وقدرتي وأستاذ الدكتور من الباحث إبراهيم محمود إبراهيم في أحد متطلبات الحصول على درجة الماجستير المهني بإدارة الأعمال تخصص. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل ربي يزدني علما. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يعد قطاع الأجهزة الكهربائية أحد أهم القطاعات التي شهدت تطورا متزايدا، حيث يشهد ابتكارات حديثة ومتطورة يوما عن يوم، كما تزايدت حدة المنافسة في بيئة الأعمال الذي تشهده الصناعة، وبالأخص في قطاع يرتبط بشدة بالتكنولوجيا كقطاع صناعة الأجهزة الكهربائية، مما أدى إلى زيادة الضغوط على الشركات، وفرض عليها ضرورة الشركات إلى توطين الصناعة المصرية الخالصة منذ نشأتها، وذلك من خلال تصنيع مستلزمات الإنتاج، حيث أنشأت مصانع لإنتاج وتشكيل خام ومصانع خاصة لعمل إلكتروستار. 2. قياس العلاقة بين الأنشطة اللوجستية وتحقيق الميزة التنافسية. قياس أثر الأنشطة اللوجستية من شراء وتوريد وتخزين ونقل وتوزيع في تحقيق الميزة التنافسية لشركة إلكتروستار محل البحث. ترتيب الأهمية النسبية لعناصر الإدارة اللوجستية في علاقتها بتحقيق الميزة التنافسية. وأتوجه بالشكر والتقدير. بعد التوجه بالشكر لله عز وجل، لا يسعني في هذا المقام إلا أن أتوجه بجزيل الشكر والتقدير والعرفان إلى معلمتي وأستاذتي الأستاذة الدكتورة أمنة أبو النجا، أستاذ التسويق كلية التجارة جامعة طنطا، على تفضل سيادتها بقبول الإشراف على هذا البحث رغم مشاغلها الكثيرة، فقد كانت صاحبة الدور الأول لتشجيع على اختيار موضوع البحث، فإليها أتوجه بأسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان، ولا أملك إلا أن أدعو لها بدوام الصحة والعافية، وليجعلها الله منارا للعلم، وأن يجزيها الله عنا خير الجزاء. كما أتوجه بجزيل الشكر والامتنان إلى الأستاذ الدكتور هاني أحمد محاريق. هاني أحمد إلا بقى الخبر الجوهري اللي فيها غيرت الاسم. أنا ابن عروة يعني ده مثال يضرب فيه في الشهامة والتضحية بتاعي يعني. وبعد كده في همزة أستاذ يا دكتورة، يعني ناس كتير يعني أنا آسف جدا، آسف جدا. أستاذ محاسبة التكاليف كلية التجارة جامعة طنطا، على تفضل سيادته بقبول رئاسة لجنة المناقشة والحكم على مشروع البحث، الأمر الذي أعتبره شرفا عظيما لي، وأدعو الله عز وجل أن أكون جديرا بحضور سيادته المناقشة هذا البحث، ولا أملك رئاسة اللجنة. كما يسعدني ويشرفني أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير أستاذ الدكتور سامح أحمد خاطر، أستاذ مساعد تمام كده أستاذ مساعد إدارة الأعمال كلية التجارة جامعة طنطا، لتفضل سيادته بقبول الاشتراك في لجنة المناقشة والحكم، الأمر الذي اعتبره شرفا عظيما لي، فليتوجه بأسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان، فجزاه الله عنا خيرا. عندي إهداء بقى يعني: إلى من علمني كيف أقف بكل ثبات فوق الأرض، إلى من رحل عن عالمنا وما زال دوي نصائحه توجهني إلى روح أبي الغالي رحمة الله عليه، إلى نبع المحبة والإيثار والكرم، إلى من علمتني عطاء وغمرتني بحنانها وكرمها، إلى أمي الموقرة أطال الله في عمرها وأمدها بالصحة والعافية، إلى معنى الحب وإلى معنى الحنان والتفاني، إلى بسمة الحياة، إلى من كان دعاءها سر نجاح زوجتي الحبيبة، وإلى أولادي روحي وقرة عيني ونبض فؤادي، إلى أخي وأختي سندي وعضدي ومشاطري أفراحي وأحزاني، إلى جميع الأقارب والأصدقاء، إلى كل من دعا لي بظهر الغيب، أهديكم ذلك العمل المتواضع، أهديكم بحثي، وأدعو الله أن يحوز إعجابكم وينال رضاكم. شكرا جزيلا. ودلوقتي بنبسط المجال إلى أستاذتنا الدكتورة أنا يعني بجد والله أسرع مناقشة جميلة كده، ومناقشة هادية وجميلة. يعني أنا بشكر أستاذ الدكتور هاني محاريق. هاني ماشي الأستاذ قسم المحاسبة وأستاذ التكاليف على قبوله رئاسة اللجنة. ده شرف للباحث والمشرفة ولنا كلنا بجد والله. ربنا يبارك في عمره وفي علمه وفي أولاده كده يا رب، ودايما في كل خير كده يا رب.
وطبعا بقى اخويا وابني والدكتور سامح خاطر، يعني من الناس اللي انا بحبها جدا ومن الناس الجميله، زميل فاضل وانسان رائع وجميل وانسان فيه كل الصفات الحلوه والله. يعني زي ما بيقولوا كده اجتمع الخير كله في الدكتور سامح خاطر. بجد انسان جميل وعمره ما حدش بيزعل منه ابدا ولا حد، يعني دايما كده حتى يجي على نفسه عشان ما يزعلش حد في القسم عندنا. فربنا يبارك في عمره وعلمه كده يا رب. وبشكر ان انا كنت محظوظه بالاستاذ ابراهيم، من الناس المتميزه قوي ومن الناس الجميله ومن الناس اللي كانت ملتزمه قوي، وكان كل اسبوع معايا ويقعد يقول لي ويسال في كل صغيره، وهو اللي عامل شغله كله بايده، وهو باحث متميز ونتمنى انه يبقى معانا في الدكتوراه. وبنرحب باهل الباحث منورين جايين لنا من القاهره من الهرم. منورين الدنيا، سهلا بزوجته وباخواته كلكم منورين الدنيا. يا اهلا وسهلا بيكم في اول يوم، وكل عام وانتم طيبين جميعا يا رب. عام جديد سعيد كده على الكل كده يا رب، يسعدكم كلكم وكل سنه وحضراتكم طيبين. بسم الله الرحمن الرحيم. تقرير بنتيجة امتحان الشفوي لمشروع بحث التخرج للماجستير المهني في إدارة الأعمال تخصص التسويق، بناء على موقف اللجنة التنفيذية في 12/11 واللجنة العليا في 21/11/23 تم تشكيل لجنة امتحان الشفوي لمشروع بحث التخرج المقدم من الباحث إبراهيم محمود إبراهيم كأحد متطلبات الحصول على درجة الماجستير المهني في إدارة الأعمال تخصص التسويق، تحت عنوان أثر الأنشطة التطبيقية على الميزة التنافسية، دراسة ميدانية على مجموعة شركات الإلكتروستار، تحت إشراف الأستاذ الدكتور أمنة أبو النجا محمد أستاذ التسويق الكلية. اجتمعت لجنة الامتحان الشفوي لمناقشة بحث التخرج والمكونة من السادة الأساتذة هانئ أحمد محريك أستاذ محاسبة التكاليف، الأستاذ الدكتور أمنة أبو النجا محمد أستاذ التسويق الكلية مشرفا، الأستاذ الدكتور سامح أحمد خاطر أستاذ بقسم إدارة الأعمال بالكلية أيضا، حيث بدأت مناقشة مشروع بحث التخرج من الساعة 12 حتى الساعة 1 ظهرا. وبعد المداولة قررت اللجنة اجتياز الباحث إبراهيم محمود إبراهيم بمشروع بحث التخرج كأحد متطلبات الحصول على درجة الماجستير المهني في إدارة الأعمال تخصص التسويق بتقدير عام ممتاز. ألف مبروك.